كل شيء يتعلق بالشباب فهو معني بالمستقبل. أكيد التظاهرة همتني كثيرا أن أحضر، حتى ولم أكن يعني كمحاضرة في هذه التظاهرة، لكن من أجل متابعة ما يقوم به هذا الشباب المبدع، خاصة في اليوم العالمي للشباب، وبمتابعة كل المحاضرين نفتخر أنه فيه شباب جزائري يسعى لتقديم أشياء إيجابية إلى الفقراء، إلى المعوزين، إلى كل من هو بحاجة إلى شيء إضافي. واخترت عنوان لذة الثقافة لأنه أدري أن الجمهور سيكون من الشباب. همني كثيرا أن أقدم رسالة أن الثقافة لا يجب أن تكون محصورة عند نخبة أو تكون فكرتها صورة الشطيح والرديح، يعني كما قلت في المحاضرة، لكن أنه جميع الأفراد المجتمع لا يجب أن يهتمون بهذا المجال، لأنه هو صورة البلد ومستقبل البلد.